السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سلسبيل شانيل. نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم معايا في هذا الفيديو وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. انا سعيده جدا جدا انني رجعت معكم بفيديو جديد الحمد لله. بعد واحد الوعكه صحيه كنتمنى يا ربي انكم تدعوا معايا بالشفاء. غنوجد معكم واحد الكيك يومي، كيك يومي رائع صحي وغني غني غني بالمكسرات للوليدات الصغار. كيجي خطير خطير، كيجي زويون. كنعتذر من الصوت ديالي وكنعتذر من هاد الغيبه الطويله فعلا على القناه. ما يدو يعني مده طويله، اكثر من واحد شهر ونص ولا ما عرفت اكثر من شهرين تقريبا وانا غايبه على القناه. فكنعتذر منكم بزاف على هاد الغيبه، ونتمنى يا ربي تكون عوده موفقه ان شاء الله باذن الله. ما تنسونيش من اللايك ديالكم، اشتركوا في القناه اللي ما مشتركينش وبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء باش يرجع لها التفاعل. هنايا كما شفتوا كيك يومي كيف ما قلت لكم. درت جوج ديال البيضات اللي يكونوا في حراره المطبخ، درت كاس ديال السكر ثاني دا يكون ناقص بطبيعه الحال، يكون ناقص هكا واحد معلقه. كاس عنبه يكون ناقص معلقه، ما يكونش عامر يعني عامر بزاف. كندير غير في الهاشوار، ديروا في الهاشوار، ديروا في مولينيكس، خدموا بالطراب. يعني كيك غيطلع معكم رائع. باش ما خدمتوه في العجانه، خدمتوه في كما قلت لكم في الهاشوار هكا كيف ما خدمته انا، اولا تخدموه في المولينيكس او تخدموه غير بالطراب اليدوي، فغيطلع معكم. حتى بالطراب اليدوي اللي ما عنده حتى آلة راه ما غيطلع ليه بالطراب بالطراب عفوا اليدوي غيطلع مزيان. درت قبيصه ديال الملحه، وكما كتشوفوا هنايا تندير كاس ديال الزيت، كاس قل ربع، ما كنعمرش الزيت ما كنكثرش، كندير كاس قل ربع ديال الزيت. وغندير الحليب كذلك. بغيتو ديروا في بلاصه الحليب ديروا الماء، يمكن لكم ديروا في الماء في بلاصه الحليب اللي ما عندوش الحليب. كما قلت لكم كيك يومي وكيطيح اقتصادي بزاف وكيعجب الوليدات كيعجب الوليدات كياكلوه، كونه فيه مكسرات، فيه الشكلاط، فيه داكشي كاع اللي كيبغيو الوليدات. اهم حاجه عندهم هي الشكلاط في الحاجه. بطبيعه الحال اللي كيكونوا كيحبوا هكا الشكلاط وتيحبوا المكسرات، فيمكن لكم تنوعوا. الا ما كانوا لا كيبغيوش لكم وليدات ديالكم الشكلاط وما كانوش كيبغيو لكم هكا المكسرات، يمكن لكم تضيفوا غير دوك الفواكه كيكونوا ملونين تديروهم ليهم، تديروا لهم لي بيبي ديال الشوكولا اللي بالنسبه اللي كيبغيو كما قلت لكم الشكلاط. اللي ما كيبغيوش الشكلاط تقدروا ديروا لهم غير هكاك، ديروا غير اللوز اولا المعجون ديال اللوز، الغبره ديال اللوز هكا. فانا باش انا نحصل على داك لي كيك ديال المخابز الكبرى، ف ديما انا كنت كنتعجب تنقول داك اللون اللي كيكون في لي كيك ديال المخابز الكبرى علاش كيجي هكاك. ما كيجيش كاكاو بزاف، ما كيجيش تيجيش بني، يعني ما كيجيش اللون ديالو داكن، كيجي داك البني المائل القمحي. وكنقول كيفاش، فعلاش داك اللون كيديروا غير واحد النسبه قليله ديال الكاكاو، كيكون كاكاو ديال اش كيقولوا ليها ديال ايكبيل. تيكون الكاكاو ديال ايكبيل هو اللي كيعطي داك اللون. ديك لا مارك ديال ايكبيل هو اللي كيعطي داك اللون بحال هكاك، تيكون داك اللون زويون. تديروا غير معلقه فقط ديال داك الكاكاو ديال الايكبيل فقط. انايا تندير غير معلقه باش كيعطيني داك اللون مائل القمحي، ما كيكونش ماء شوكولاته بزاف، يعني ما كيكونش اسود داكن. فالا بغيتو انكم تحصلوا على الكيك هكا غني بالكاكاو ولا يكون كاكاو كتير، ديروا 3 المعالق ديال الكاكاو من هذاك النوع ديال الايكبيل. ما كانش عندكم ديروا نص ديال الساشيه ديال الكاكاو اللي كتباع عند مالين الحوانت. درت هنايا كما قلت لكم درت معلقه ديال الكاكاو، ما تكونش عامره. داك الكاكاو اصلا ما تيكونش كما قلت لكم ما تيكونش كيعطي اللون بزاف، كيعطي المذاق على اللون. هنا عندي الكركاع، ضفت طبيعه الحال شويه ديال الدقيق، ضفت 2 ديال اكياس ديال الخميره فئه 7 غرام، وكتكون فيه 7 غرام و50 هكاك ونص تقريبا في الساشيه، اولا ديروا 8 غرام يعني بحال يعني ديروا 2 ديال الساشيات ديال سميتو ديال الخميره. هنايا الكركاع ما هرستوش بزاف حيت الهاشوار غتزيد تهرسو، داكشي علاش صافي. هنايا درت مزيان، طربت مزيان داك الخليط، وغنبقى نزيد في الدقيق تنحصل على داك القوام اللي انا باغا ديال الكيك دائما كنقول لكم هزوه بمعلقه وديروا داك الرقم 8 وباش هكا كتعرفوا الكيك ديالكم راه يطلع معكم هو هذاك. صافي عندي هذا المول هذا، صراحه هذا المول هذا طلع لي غزال، ما كيلصقش الكيك، زويون وهكا محدق زويون حيت صغير.
يعني صغير ماشي مول كبير، هذا قياس ماشي مول كبير بطبيعة الحال 2 بيضات راه ماشي المول الكبير. المول الكبير كنديرو فيه 4 د البيضات تقريبا باش يلاه كيطلع لنا واحد الفوليوم اللي هو زوين في الكيك. صافي كنفرغ الخليط ديالي مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا. هاد الكيك هذا انا راه كيحماقوا عليه، البنيتات ديالي كيحماقوا عليه كيعجبهم بزاف، حتى ملي نضر خلاص كيعجبهم، حيت اي حاجه فيها شوكولا فيها مكسرات. انا بناتي من عشاق الشوكولا، من عشاق الشوكولا. تياكلوا اي حاجه درت فيها الشوكولا. هنايا صافي كيف ما شفتوا، هنايا من بعد ما ساليت عندي هاد البلاصيك هادي ديما انا مخلطه فيها شوكولا، لي زامون دي فيلي، كركاع، اللوز، كنخليهم هكا كنزين بهم، وكانت بقات ليا غير هاد الكميه هادي صافي. وكندير ديما معاهم شويه ديال الدقيق ومن بعد كنغربلو شويه ديال الدقيق ومن بعد كنغربلو باش هكا تيهبطوش ليا لتحت، كيبقاو في الفوق ديال الكيك، كيبقاو في الواجهه ديال الكيك ديالكم. صافي هنا غنهز الكيك ديالي طبيعه الحال مسخنه على الفران، مسخن على 180 درجه طبيعه الحال. اللي كان ديال الكهرباء، كان ديال الفرن طبيعه الحال، كان ديال الغاز عفوا، غتشعلوه وتخليوه شويه وعاد باش ديروا الكيك ديالكم يطيب. الكيك ديالكم طبيعه الحال كتخليوه حتى كيطيب تيطلع مزيان مزيان مزيان، عاد كتحلوا عليه الفران وكتشعلوا من الفوق. بالنسبه للفران ديال هكا الغاز، بالنسبه للفران ديال الدوره طبيعه الحال غتشعلوا الفوق وتخليوه حتى يتحمر. هانتوما كيجي على هذا الشكل، كيعطي واحد الفوليوم اللي هو رائع 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 بزاف. هذا الكيك هذا غزال، كنتمنى انكم تجربوه. يعني كيك اقتصادي، ولكن اهم حاجه هو اللون هذا اللي كيعطي، ديال داك اللون ديال كما قلت لكم ديال المخابز. هنا راه نتوما كتشوفوا الشكلاط غير قسطو هو يلصق فيه حيت باقي الكيك سخون، يعني كما طاب، وداك لي زامون دي فيلي حتى هما تيتحمروا. كما قلت لكم هاد اللون هذا اللي احنا ديما تنقلبوا عليه، انا بالنسبه ليا انا شخصيا ديما تنقلب عليه، حيت كنلقاه كما قلت لكم في المخابز، وكنقول كيفاش كيديروا لهاد اللون هذا وما كيكونش لا هو كاكاو بزاف ولا هو تيجي هاد اللون قمحي كيف ما كتشوفوا. قدمته طبيعه الحال مع شويه ديال القهوه، مع ترمس ديال القهوه، كيجي كيك رائع. قدموه لوليداتكم، ديروا لوليداتكم ناجح 100%، تيجي زويون هش وخفيف خفيف خفيف خفيف. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نولي نحط لكم هكا بزاف ديال الانواع ديال لي كيك اللي يقدروا ينفعوكم، يقدروا هكا ينفعوكم في اليوميات ديالكم، وهكا مع الكوتي ديال الوليدات. وان شاء الله اقتراحات ديال الكوتي نولي نحطهم لكم، الله يقدرنا يا ربي. وهانتوما كتشوفوا، واهم حاجه اهم حاجه بارطاجيو معكم القناه مع الاحباب والاصدقاء، وكذلك مواقع التواصل. بارطاجي اختي مع صاحبتك، بارطاجي مع حبابك، بارطاجي مع ماماك، بارطاجي مع اختك، بارطاجي مع اختك باقا صغيره تعلم دير كيك. ما واخا كنعرف كل وحده في دارها ما شاء الله راه كتعرف دير كيك وتعرف تصايب كيك وتعرف تقدم هكا اكلات مغربيه رائعين. الله يعطي الصحه لكل مغربيه، وكل وحده كتخرج من يديها شي حاجه اللي هي زوينه 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 بزاف. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا اللون ديالو من الوسط تقولوا اننا مصايبينه بالقمح الكامل، يعني كيكون واحد اللون اللي هو رائع، وخلاص فيه داك المذاق ديال الكركاع، كيعطي واحد القرمشه زوينه مع قهوه. كنتمنى هاد كويز القهوه لاي اخت شاهدت الفيديو حتى لهنايا، وصلت حتى لهنايا، كنقول لك شكرا اختي ومن القلب، شكرا لكم بزاف بزاف، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. الله يقدرنا يا ربي. خليتكم في امان الله وحفظه.